حكم منفصل عن الدولة العثمانية، وعشان كده هو رقم 1 في قائمة النهاردة. محمد علي، الطموح اللي كسر ظهر الخلافة. محمد علي ما كانش مجرد والي تابع، محمد علي كان ملك مستقل وبقى بيتعامل مع السلطان العثماني بندية، وده ما كانش شيء معتاد. يعني على مدار التاريخ ظهر أمراء استقلوا بحكمهم عن الدولة الأموية وعن الدولة العباسية، زي أحمد بن طولون لما استقل بمصر عن الدولة العباسية، وزي البطل صلاح الدين الأيوبي لما أسس الدولة الأيوبية واستقل بيها عن الدولة العباسية، لكنه كان مستمر في تبعيته للدولة العباسية. محمد علي بقى كان مختلف جملة وتفصيلا عن كل اللي سبقوه، يعني هو الوحيد اللي حارب الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا لدرجة إن جيشه وصل لحدود الأستانة مقر الدولة العثمانية وحاربهم وهزمهم في معركتين، وده بيعتبر تمرد، بل إنه نوع من الإهانة. اللي عمله محمد علي ده كان ليه تأثير كبير على الدولة العثمانية. أولا تمرده على الدولة العثمانية وهزيمته ليها في معركة كونيا ومعركة نزيب اتسبب في كسر هيبة الدولة العثمانية قدام دول وملوك أوروبا. ثانيا سيطر على سوريا والحجاز بعد معارك مع الدولة العثمانية، ودي تقريبا المساحة اللي كانت مسيطرة عليها دولة المماليك، وده معناه إنه كان بيستعد لإعلان دولته المستقلة. ثالثا محمد علي فرض على السلطان العثماني اتفاقية كوتاهية، وده اللي خلى الدولة العثمانية تعامله كند ليها مش والي تابع. كل ده بيعتبر خيانة للدولة العثمانية. محمد علي اللي تعين والي على مصر سنة